أنهى وليد الركراكي مسيرته مع المنتخب المغربي بعد خسارة نهائي كأس إفريقيا 2025 أمام السنغال، ليقرر التوجه نحو تجربة جديدة في القارة الأوروبية. ويفضل الإطار الوطني خوض غمار الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني في محطته القادمة، حيث بدأت بعض المفاوضات لتمهيد انتقاله المثير من تدريب المنتخبات إلى قيادة الأندية. ويعتبر نادي توتنهام الإنجليزي من أبرز الوجهات المحتملة رغم احتلاله المركز 16 في الترتيب العام، حيث سيشكل إنقاذ الفريق من سلسلة الهزائم تحدياً مثيراً للمدرب المغربي. أندية إسبانية وفرنسية وإنجليزية تفتح أبوابها أمام وليد الركراكي، ويمثل نادي فياريال فرصة ذهبية في الدوري الإسباني في حال رحيل مدربه الحالي مارسيلينو. وتبرز وجهة رين الفرنسي كخيار قوي لتعويض الرحيل المحتمل للمدرب برونو جينيسيو، مما سيتيح لوليد الركراكي فرصة العمل مجددا مع لاعبيه السابقين حمزة إجمان وأسامة الصحراوي. ويبقى نادي أتلتيكو مدريد الخيار الأكثر طموحاً وصعوبة في حال مغادرة الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد 15 موسماً، حيث سيطالب وليد الركراكي بتحمل ضغط كبير لقيادة فريق متمرس نحو حصد الألقاب. ويشكل نادي كريستال بالاس الإنجليزي بوابة واقعية ومنطقية لدخول منافسات البريمير ليج بقوة، حيث سيتوفر النادي على ميزانية ضخمة لإعادة البناء بمساعدة المدافع المغربي شادي رياض. أي من هذه الأندية الخمس المذكورة تعتبرها الوجهة الأنسب لنجاح وليد الركراكي في أوروبا؟ وتوفر هذه الأندية خيارات متنوعة ومشاريع رياضية مختلفة تلبي طموحات المدرب المغربي، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بتحديد وجهتها الرسمية.